السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل البطاطس بالفراخ في الكيس الحراري. سهلة وبسيطة وتخلص بسرعة، ويعني اي حد ممكن يعملها، حتى لو كنت مبتدئة في المطبخ هتعمليها وتطلع معاكي زي الفل. هنحتاج في الوصفة دي طماطم وبطاطس، بصل وفلفل حامي او بارد حسب الرغبة. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا هنخرط البطاطس والطماطم جوليان بالشكل ده. أنا ما بحطش فيها صلصة، عايزة صلصة براحتك، يعني طماطم كده اهوت، يعني طماطم صلصة براحتك. أنا بحط فيها الطماطم بتاعتنا دي بس. هنخرط الطماطم بالشكل ده، وطبعا على حسب كمية الأفراد اللي عندك. قطعنا البطاطس وادي الطماطم كمان الفلفل شرايح، وهنخرط البطاطس مكعبات صغيرة. قبل ما نخرط البطاطس هنحط بقى البهارات، فلفل وملح وبهارات فراخ، كمان معلقة توم صغيرة، وهندعك الخضرة دي مع بعضيها عشان تاخد من طعم بعض. هنركنها بقى على جنب، وهنقطع البطاطس مكعبات صغيرة، وهنحطها عليها على طول. طبعا كل حاجة انت غسلاها ومنضفاها. كده هنخلص البطاطس كلها، وهنحطها فوق الخضار اللي دعكناه بالملح والفلفل. قلبهم مع بعض كده بالشكل ده. وادي الفراخ بتاعتنا. هنجيب بقى الكيس الحراري، نحط الفراخ ونحط الخضار كله ونقلبهم مع بعض جوه الكيس اوسع، وهيتقلبوا مع بعض كويس. طبعا ما بنحطش ميه خالص، بنعتمد على الميه الموجوده في الخضروات وفي اللحمه، سواء كان سمك او فراخ او لحمه. هنا بقى هنجيب معلقه سمنه واحده بس كده، لان الفراخ بتنزل قدام كتير. هنقلبها تاني مع بعض، وهنحطها نربط بقى عليها كيس ونحطها في الفرن. تطلعي الهواء الاول منها، وهي فيها حاجه كده بتربطوها ببعضيها وتديهم براح. كيس الحراري ده بيبقى الطعم ريحه الاكل فيه ما تطلعش بره، فبيطلع الاكل اللي بتعمليه في الكيس الحراري طعمه تحفه، طعمه جميل بجد. هنخرمها بالشكل ده عشان اي حبه بخار يطلعوا ما يضايقوهاش، وهنحطها في الفرن. هتقعد في الفرن بتاع ساعه الا ربع، تطلع بالشكل الجميل ده. لو وصلتي بقى معايا لغايه كده، يا ريت تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. وكمان هنقوله سؤال الديني بتاع الحلقه دي: كم عدد الرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم؟ حول الإجابة في التعليقات، نستفيد من بعض ومن ترجيع المعلومات الدينية مع بعضنا. كده طلعت الفراخ بالشكل ده مستوية تحفة، البطاطس مستوية قوي، الفراخ مستوية قوي، ريحتها وطعمها كانوا قلبين المكان حرفيا. كل اللي يدخل عاملة ايه النهاردة، ريحة جميلة قوي. والبطاطس مستوية اهي. اذا كان الفراخ استوت البطاطس مش هتستوي.
كده بقى فيديونا خلص. يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. لو عجبك زي ما قلنا ما تنسيش تعملي لايك وشير وشاركي في القناه وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.